فيديو اليوم رح اطلع داخل اكبر واقوى الجرافات اللي بيستخدموها عشان يجرفوا الثلج عن الطريق بوحدة من اكتر الاماكن ارتفاعا بكل لبنان، داخل عاصفة من اقوى العواصف الثلجية اللي اجت هالسنة. اليوم انا بقلب وحدة من اقوى العواصف اللي ضربت لبنان هيدي السنة. انا على ارتفاع 1500 متر بمنطقة اسمها ظهر البيضة. هي وحدة من أكثر المناطق ارتفاعاً بكل بقاع. درجة الحرارة حالياً مطرح ما أنا عم صور وصلت لل4 تحت الصفر، وممكن كمان تنزل بعد أكتر. إيدي جماعة مش حاسس فيهم، ما بعرف إذا مبينين على الكاميرا قديش هني حمر، بس عن جد درجة الحرارة -4. كيف لما الإنسان بيلعب بالثلج بيقولوا إنه بيكزوا إيديه من السقعة، أنا بدون ما أدقر الثلج بعد ما دقرتهم جماعة وكزين. ظهر البيضة تعد منطقة غير سكنية، يعني ما فيها لا بيوت ولا ناس ولا سكان. فيها هذا المركز الوراي اللي صورت لكم بقلبه الجرافات، هو مركز للدولة حاطة فيه الآليات اللي بيجرفوا فيها الطريق ويفتحوا فيها الطريق وبيجرفوا الثلج. في هذا البيت اللي وراي وهو بيت مهجور، حانزل هلا نستكشفه ونصور لكم الثلجات من تحت. نزلت وصار البيت وراي، خلينا نشوف شو في بقلب البيت. هو ما بحس في شيء، بس انه بتوقع لإلي شي حيوان قاعد جوا. عم شفت الكلب هلا في شي 600 باب شباك، ما في شي. بيت مهجور يا جماعة. هذا بالليل فيلم رعب فينا نصور بقلبه. وسخ مثل ما كنا متوقعين وتراب ونايلون. وانا وعم بمشي حد البيت شفت شي غريب تحت لفت لي نظري. شفت هان تحت الجبل هذا التونيل غريب شكله، ميلي مسكرة وميلي مفتوحة وميلي مكسورة، وحسب ما عرفت او حسب ما مبين معي صراحة هذا كان سكة ترين يمكن قديما والتغى. طبعا بلبنان بطل فيه ترين منذ عقود وممتد لهونيك. والله طلع كاين عنا بلبنان نحن ترين وانا مش عارف. بحياتي مش راكب ترين انا جماعة، وشكلي مش حاركب. وانا وعم بمشي كمان شفت تونيل تاني وثالث لمطرح ما كان سكة القطار. حجرب صور لكم اياهم مع انه بعد شوي وفي غطاية صار تقريبا. هذا اول تونيل فرجيتكم عليه، وهذا الثاني اللي انتبهت له، واذا شايفين كمان وراه في واحد صغير مبين راسه. وهذا انا. اذا وصلتوا معي لهان حطوا لايك واشتراك جماعة. وهذا صديقنا الكلب اللي قلت لكم عنه، هو حد البيت، كان خايف يطلع شكله لما كنت حده. هلا من زمان يعني من حوالي 30-40 سنة كانت كمية المتساقطات من ثلج وامطار تكون اكثر بكتير من هذا الوقت الحالي. واذا متذكرين معي كمان من 5-6 سنين بال 2016-2017 كمان كانت الثلوج بلبنان خصيصا تيجي اكثر بكتير من وقتنا الحالي. يعني هلا كل سنة عم تفرق عن سنة وعم بتقل عن السنة اللي قبلها. نزلنا بجور الثلج، تحت الثلجات اللي نحن شايفينهم في جليد يا جماعة، شوفوا كلها جليد. فالشتوية عم بتقل كل سنة عن السنة اللي قبلها. يعني هلا الثلجات اللي جايين هان مطرح ما انا موجود على ارتفاع 1500 متر كنت شوف قدهم واكثر بالمنطقة اللي انا ساكن فيها اللي هي على ارتفاع 950 متر. يعني شوفوا حتى التراب بعده مبين، فمش عاملة اكثر بحس من 5 سنتي او 10 سنتي. ونحن عم نحكي بشهر شباط، يعني شهر الجاي بتخلص الشتوية، وتعتبر هيدي اقوى ثلجة اجت على لبنان هيدي السنة، وهي من اضعف الثلجات اللي اذا بنحسبها مع الثلجات القدمة. بس انه احلى من مشي، والحمد لله شفنا الثلج هيدي السنة. هيدي الطريق صارت فوقنا، هلا نحن ماشيين فيش اثار دعسات. هان اول حدا بيمشي انا. شوفوا هالمنظر، بس مش شي بيرد الروح. سبحان من زين هالدنيا بهالغطاء الابيض. هلا ظهر البيضة ما فيها بيوت ابدا مثل ما خبرتكم، بس هي من احد اهم الطرقات اللي موجوده بلبنان، لانه هي الطريق الوحيده اللي بتوصل الساحل اللبناني بالداخل اللبناني. يعني بتوصل مناطق الساحل، بيروت وصيدا وصور وطرابلس وكل هيدي المناطق بالداخل اللبناني اللي هو سهل البقاع الاوسط، البقاع الغربي، بعلبك، وهيدي المناطق كلها سوا. وهي كمان بتتسمى طريق الشام او خط الشام،
لأنه هي الطريق كمان الوحيدة اللي بتوصل لبنان بدول الشام اللي هن سوريا والأردن. يعني هي الخط الرئيسي اللي بيوصل لبنان بهيدي الدول. فلأنه هالقد مهمة بيحاولوا دايما انه ما تتسكر هيدي الطريق، لأنه كل شاحنات النقل اللي بتكون محملة بضاعة رايحة من لبنان على سوريا أو على الأردن بالبر أو جايين من الأردن وسوريا تضطر تقطع بهيدي الطريق. فنظرا لأهمية هيدي الطريق بيضطروا دايما انه يضلوا عم بيحاولوا يفتحوا الطريق بكل الأوقات وقد ما كانت العاصفة قوية. هلا هيدي وحدة من الجرافات اللي بيجرفوا فيها الثلج، وحتى الجرافة بيحطوا لها سلاسل معدنية أو جنزير مثل ما بنسميه عنا بالعامية بلبنان على الدواليب كرمال ما تزحت أبدا. شوفوا قد ايه بيكون حجمه وقد ايه بيكون قوي. وفي كذا جرافة هون بالمركز، وهلا رح فرجيكم كيف بيكون شكل الجرافة من جوا، لأنه بتوقع مش كتير ناس بتعرف كيف بتكون الجرافة من جوا. هي بتشبه السيارة بس فيها 500 فيتاس و600 كبسة، بتحس حالك راكب بطيارة. وهيدي أكبر جرافة موجودة بكل المركز، اسمها كاتربيلر. شوفوا قديش حجمها، ما بعرف إذا مبينة على الكاميرا قديش كبيرة. هلا بجرب أوقف حدها وفرجيكم قديش حجمها. شوفوا حجمها قد الدولار. وهلا رح أطلع لفرجيكم كيف بيكون داخليتها من جوا للجرافة. وهيدي من جوا فيها هودي الفأسات اللي فوق، وفيها هاو وهودي الفأسات، وكمان هون في عنا فأسات وقصص. وهيدي الملاحة هي جرافة وملاحة بنفس الوقت. من قدام بتجرف الثلج هي وماشي. ضعوا معي لفرجيكم من ورا. من هون بيعبوا لها ملح، بيحطوا لها ملح خشن لأنه الملح بيساعد على تذويب الثلج. ومن هون بتنزل الملحات، هون في مثل شفرة بتصير تبرم وتكب الملح. هودي الملحات جماعة هن بيشبهوا الثلج شوي لأنه الملح خشن. هذا ملح بيطلع من البحر دغري وما بيحطوا له يود، فبيستعملوا موجود. هذا الملح بيكون بأكياس، كمان طلعوا معي بيكون على الأكياس. هودي الملح جماعة بيكونوا بهودي الأكياس، بيفضوهم وبيعبوهم بقلب الجرافة وبيحطوهم بقلب الملاحة كرمال يستعملوهم. خلينا نطلع ونشوف كيف بيكون شكل الملاحة من جوا. يا الله، هاي الملاحة من جوا ما شاء الله، أفخم من السيارات عشوائي، بس فيها كتير فأسات. هودي بعتقد بيستعملون تيرفعوا هيدي الشفرة اللي بتجرف ثلج، وهيدي يمكن يلي بتكب الملح من ورا. وهيدي الآلية اسمها فريزيا، هي من الآليات اللي بيستعملوها لما يكون في كتير تراكم ثلج، يعني متر أو مترين بيضطروا يستعملوها. هي مكنة بتسحب الثلج بتفرمهم وبتطلعهم من هذا المكان، بكبهم على جنب الطريق. في هيدي الجرافة القديمة شوي، هنشوف إذا بيفرق شكلها من جوا عن هوديك الجرافات. تقريبا نفس الشيء بس فيها كبسات الزيادة. رجعت على المركز كرمال اقعد شوي جوا لكان تسكرت الطريق ونطلع بالجرافة. عم يتفرجوا علي حابين يتصوروا. تعالوا. اخذوا بوزات الكلاب كمان. اخونا هون نايم. مش اخونا اول مرة بشوف كلب بياكل تفاح. وهون كنت جوعان كتير فأكلت شوي قبل ما أرجع أنزل، وكان الأكل كتير طيب. بلش الثلج يا جماعة على المظبوط، قوة كتير. فهلا رح نطلع بالملاحة ونصور لكم من قلبها هني وعم بيجرفوا الثلج. وهلا وصلنا لتحت الجسر على اول صوفر، ناطرين شوي وصلنا على تاني مركز اللي حيعبوا منه ملح للملاحة. هلا بدها تروح الملاحة وتفوت لجوا تيعبوا لها ملح، بس طلع كمان جوا في ملاحة تاني فبيطلعوها اول شيء ترجع بتفوت هاي. وبهذا المركز فيه تقريبا نفس الآليات. رح اطلع الطابق الثاني لفرجيكم من فوق كيف بيعبوا الملح بقلبها. خلينا نفوت. صرت
تاكلني تلج. كانت عم بتنزل نفناف، بلشت تنزل تلج على المزبوط، والشقفة صارت كتير كبيرة اللي عم تنزل. هلا اشتدت العاصفة يا جماعة على المزبوط صارت عاملة شي 5 سنتي على الأرض فوق التلجات اللي كانت تلجتهم. يعني ما إلي دقيقتين نازل شوفوا قديش صار في كمية تلج علي. فهيدي خبرية كتير حلوة، لأنه إذا ضلت هيك لمدة ساعة ساعتين حتسكر الطريق، وحنروح ساعتها بالجرافة ونفرجيكم كيف بتنفتح الطريق وكيف بينجرف التلج. بعد الطريق فاتحة بشكل طبيعي، بعد شوي إذا ضلت هيك عم تتلج طبعا بيصير بس السيارات اللي مجهزة والفور ويل اللي بيقطعوا. حاليا السيارات كلها عم تقطع بشكل طبيعي جدا جدا، لانه على الطريق مش معلق شيء ابدا بعدها ماي. بس صعب شوي تعلق هان، لانه اول شيء في سيارات ونرش ملح علقت علي يا جماعه، صارت عامله علي 10 سم. دوليب الجرافه هلا من شوي صورت لكم اياها، ما كان في ثلج ابدا. شوفوا قد ايه صار معلق، كتر قوه الثلج حاليا صارت كأنها عاملة غطيطة. ليكوا المنظر. أكتر شيء يا جماعة عن جد بيفرح كل الناس هو التلج. سبحان الله التلج فيه رهجة للقلب وللروح مش موجودة بأي شيء تاني. يعني دايما لما تكون هيك عم تتلج بتلاقي الناس كلها سوا مبسوطة فرحانة. التلج كتير هاش لأنه بعده نازل وما صار في سماكة، بس كزوا ايدي شوفوا قد ايه احمروا. جماعة لقينا الكلب لاقط شيء. ما بعرف شو اللي لاقطه، بس عم نقرب عم يهرب. صارت الساعة 4 وبلش تعلق على الطريق، صار في شوية تلج على الأرض. جماعة عتمت الدنيا على الآخر، صارت الساعة تقريبا شي 6:30 7، بلشت تسكر شوي الطريق، رشوا ملح، هلا شوي وبيدوب التلج. وهلا كمان جماعة رح نطلع بالجرافة وفرجيكم كيف بينجرف التلج. طبعا انا مش عم بسوقها. شوفوا يا جماعه العالم ورانا كلها خايفاني من هذا الكوع، لانه في تصحيط كتير وفي جليد كتير، والجليد اصعب من الثلج بالتصحيط، فالعالم كتير خايفاني ومش عم يمشوا ابدا. شوفوا التصحيط يا جماعه، هذا الفان زحط. هون علقت على المظبوط ونازل كاب. خلصنا شوي جرف، لانه اكيد كل الليل كل ما هي نازله ثلج رح نرجع نجرف. وكمان الملاحه صارت جوا وعم يعبوها ملح، لانه فضوا الملحات اللي كانوا معبيينهم فيها. هلا في شويه غطايطه، بس السير صار ماشي تقريبا، وعلق ثلج منيح على الطريق. خلوني فرجيكم، صار في كميه ثلج كتير منيح. رجعنا نزلنا مرة ثانية، ركبت على المظبوط وعلقت على الأرض، بدل الجرافة جرفتين. فرمنا ومشينا بخط الرجعة، سكر الخط اللي احنا كنا عم نجرفه، بلش يسكر يا جماعة، ما عم نلحق نجرف. صارت 10 بالليل. شوفوا يا جماعة اشتدت العاصفة على المظبوط. يعني من قوة الثلج أنجا مبين الدنيا.